السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني، معكم مستشار أحمد عبد ماهر، المحامي بالنقد والباحث الإسلامي، في بث جديد حول السلفيين. الحقيقة أنه ثقافة الإخوة السلفيين ثقافة ضد كتاب الله، إنما مع الأحاديث النبوية، وهم يغلبون الأحاديث النبوية على كتاب الله عز وجل. وهنقول ازاي دلوقتي وكثير السباب دايما يشتموا، دايما يكفروا الذين يخالفونهم. هم لا يظنون في إنسان خيرا، ويظنوا أنه الكفر في كل المسيحيين والكفر في كل من يخالفهم الرأي، وهكذا. فهذا هو منهاجهم. مثلا من ضمن مناهجهم انهم بيتصوروا انه حرم على الارض اكل اجساد الانبياء. فلما بنقول انه الرسول عليه الصلاه والسلام ظل يومين واكثر مسجيا في فراش موته وهو ميت، لدرجه انه ظفره ازرقت وانتفخ بطنه. صاروا ثورة كبيرة. ليه؟ عشان بنقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام ازرق ضوافره وانتفخ بطنه، لانه بقاله يومين ونص ما اتدفنش. فبيقولوا هم بيقولوا اصله كان الصحابة بيحبوا يصلوا عليه فرادة. ايه العبط ده؟ ايه يصلوا عليه فرادة؟ دي واحد. نمرة 2، بيقولوا انه اجساد الانبياء لا تبلى ولا تتغير في القبور. ايه الهبل ده؟ ما تعرفش، وحاسبت لك انه هبل دلوقتي. ما هو اما ان احنا مؤمنين بالقرآن، اما ان احنا غير مؤمنين بالقرآن، مؤمنين بهلاوس في دماغنا ومسمينها دين. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى الجزء الأول من الآية بيقول إيه؟ قل إنما أنا بشر مثلكم. لما تقول لي حرم على الأرض أكل أجساد الأنبياء، يبقى برضو حرم على الأرض أكل أجسادنا إحنا كمان. ليه؟ لأنه قل إنما أنا بشر مثلكم. هل قال لكم يا سلفيين ربنا الكلام ده ولا ما قالكوش؟ ولا أنتوا كافرين بالآية؟ أنا بقول للسلفيين: كافرين أنتوا بالآية دي؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، بما أنه أجساد الأنبياء لا تتغير، هو مش في غزوة أحد شج رأسه الشريف وكسرت رباعيته وفقد سنه في المعركة؟ حصل ولا ما حصلش؟ ولا أنتوا بتكذبوا برضو الموضوع ده؟ وده من ضمن أجساد الأنبياء، مش كده؟ لما كمان حاجة ثالثة، قبل أن يموت جاءته الحمى وكان يتصبب عرقا ويقول وكانت السيدة فاطمة الزهراء تقول: وكرب أبتاه. يقول: لا كرب على أبيك بعد اليوم. مش كان عنده حمى؟ مش أصيب في جسده بالحمى؟ إذن جيش مزينة برضه بيجيله حمى. وبعدين مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال: آتوني، وهو في حالة الاحتضار: آتوني بالكتف والدواء أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. عمر بن الخطاب بقى قال إيه؟ اللي انتوا فرحانين بيه قوي، قال: دعوه فإنه يهجر يخرف. الرسول بيخرف. حضرتك يا سلفي يا ندمان يا خيبان زعلان مني عشان بقول انهم سابوا الرسول اكتر من يومين مسجيا في فراش موته بدون دفن حتى انتفخ بطنه وازرقت اظافره، ومش زعلان من عمر بن الخطاب اللي بيقول انه بيخرف
رغم أن الله عز وجل قال وإن تطيعوه تهتدوا. أبقى أنا اللي كافر ولا أنت اللي كافر ولا عمر بن الخطاب اللي كافر؟ عايز أعرف. ربنا قال وإن تطيعوه تهتدوا، وهو بيقول آتوني بالكتف والدواء أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. وعمر بن الخطاب بيقول دعوه فإنه يهجر، خرف. أبقى أنا اللي كافر ولا عمر بن الخطاب اللي كافر ولا أنت اللي كافر؟ عايز أعرف عشان ما تقولش إن أنا بكفر يعني. خلي بالك إنك بتكلم أعلى مستوى أو من أعلى المستويات الراقية في الإدراك والعقل. صحيح أنا عندي 81 سنة، لكن لسه ما خرفتش زيكم ولسه ما أشركتش زيكم. ما هو خلي بالك إنه اللي بيبدل كلام الله بالحديث ده مشرك، وانتوا فرحانين قوي بالاحاديث وبتطمسوا بيها، تطمسوا الآية بالرواية، تطمسوا الآية القرآنية بالرواية من الحديث، فأنتم مشركون. وبعدين احنا ما بنشتمكوش وما بنقولكوش مشركين، بس يعني الشيء بالشيء يذكر دلوقتي يعني. يبقى إذا السلفيين دول يخرسوا خالص، لأنهم سبب نكبة هذه الأمة وسبب فساد دين هذه الأمة. وهو ده أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هم دول اللي انقلبوا على أعقابهم، السلف. السلف اللي انتم بتسموه صالح، مش انتم بتقولوا ان الصحابة كلهم عدول؟ ربنا بيقول لا، بتخالفوا ربنا حضراتكم عشان تخلوا الصحابة كلهم عدول. الصحابة دول قاتل بعضهم بعضا في صفين والجمل. في معركة الجمل مات 30,000 صحابي وتابعي، وفي معركة صفين مات 70,000 صحابي وتابعي بيد صحابة وتابعين. وربنا بيقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. دول صحابة قتلوا صحابة، مش حضراتكم اللي بتقولوا انه المسيحيين كلهم كفار عشان ما امنوش بسيدنا رسول الله. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا إلى ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. مش هم دول اللي ربنا قال فيها إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ بتكفرهم كلهم حضرتك ليه؟ مش هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ليسوا سواء من أهل الكتاب؟ مش كلهم زي بعض، مش كلهم بيقولوا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولا إن الله هو المسيح. مش كلهم بيقولوا كده. ربنا بقى بيقول إيه؟ بيقول إنه في أمة عند العدد الأكبر بيعملوا إيه الأمة دي؟ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يأمرون بالمعروف يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. بتتحدى القرآن حضرتك وتقول لي كلهم كفار؟ وبعدين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. بتتحدى حضرتك القرآن وتقول لي لا ده كلهم كفار؟ انتوا محتاجين يعني طفرة فكرية وإدراكية علشان تفهموا القرآن، علشان تحسنوا عقيدتكم وشريعتكم. شكرا جزيلا يا إخوة، السلام عليكم.